السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. يا مرحبا بالأستاذ خالد. الله المستعان عليك، يعني الظروف عندكم قاسية وتنزحوا لا هنا ولا تكلمنا ولا شيء. لا عادي، الله المستعان. بدل الشولحة بالسوق وانت معك عيالك يعني عندهم صغار، تعال عندنا ندبر لك شقة ولا شيء. والله به بيت هناك خالد، بس انه عادوا ما عادوش مشطب، بس انه الحاصل مشي به انت والعيال لما نحصل لكم شقة مثل الناس. ان شاء الله يوم نلتقينا عند الشقة يا سي خالد فوق السيل هذيك بالوادي. يلا نستأذنك، الله معك. هذا البيت امام عينه لكنه ما يوجد مشطب ولا شيء. يدو حياله يا اخي عبد الله، ولا الدرد هذا الاسواق. الله يصير راح يمشي بحاله لما نحصل لك. على الله يا اخي، على الله. تفضل. يا ما شاء الله. يا حسب حال نشوفكم في الغرفة هذه. واهدي يا عبد الله. مش بها حجار على الله بس. اتعودوا يا عيالي، اتعودوا على هذا البيت. وش نفعل؟ بلادنا حرب، ما معنا الا فينا نجي هنا. على الله يا أسد خالد، بأيام ظروف أيام قد حصلت. ان الله يبارك فيك يا اخي عبد الله، والله العظيم ما انا داري كيف ارد لك الجميل هذا، لكن على الله. على الله يا أسد خالد، يا مشي لك بالغرفة، هذه غرفة على قد الحال. كثر الله الف خيرك يا عبد الله، والله العظيم انه يعني قد فعلت معانا حاجات خيرات، يقدرنا الله ونرد لك هذا الجمايل كلها. ايش نعمل؟ وعدنا لا اذا البيت قليل بحقه، والله ظروف صعبه ولا تجيك تجلس ببيتي. إنا فوق راسي يا اخي عبد الله، والله قد فعلت معانا المستحيل، ما قد احد فعل معي مثلك هكذا. هذا واجبنا. الله يخليك. الله معك أسد خالد. نحمد الله يا عيالي، والله لو ما عمكم عبد الله غدانا اليوم فعل معانا الواجب دي ما قد احد فعلها معانا. على الله. يلا هي ما دحين تعالوا معي مد الفراشه. اضربهم الشارع، لا تضيعوا حاجه من حق الناس يا عيالي. الله مع التصم رجع انت هكذا. لا اضرب يا ولدي هكذا، ادلي حجر الناس. بابا هكذا قد يجدنا. اشرف علي يا ولدي، ما بالله نحمل، تحملوا معي يا عيالي، لا ما يفرجها الله، ونعين لنا بيت احسن من ذا احنا عن نلقى. انتم دايرين بلادنا حرب، ما درينا وين نسير. يا بابا والمصاريف كيف أتفعلنا؟ انت داري يا ولدي اننا جينا من بلاد غير بلادنا، ما عاد لا معاشات ولا عاد معي عمل ولا معنا شيء، لكن عفاقة الله ما دام الله موجود يا عيالي. لكن والدراسات كيف دحين أدخل إحنا ندرس ولا ندخل إحنا؟ والله يا ولدي قد احنا هنا نرقد اليوم والصبح من الصبح عن بكر نعين كيف نظامهم هنا، اي ساعد معانا يا ولدي، احنا نازحين شايلين. هي هذه داخل. ايوه يلا يا الله بعلمك. بابا بسم الله. قبل هاخي ايش؟ لا ولا ايش معك انا؟ جالسين بالبيت هذا ادانا عبد الله. من دي سمح لكم تدخلوا البيت هذا؟ عبد الله من ابوه هذا عبد الله شاكر يا اخي ادانا. يا اخي انا عبد الله شاكر ذا بيتي، كيف يسمح لكم تدخلوا البيت؟ نتصل لعبد الله لا 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 احنا نازحين ما مش معانا والنسير، تواصلنا مع عبد الله ادانا لهانا قاعد نجلس بلا ما يشوف لنا مكان نجلس فيه، ما مش معانا والنسير يا اخي. يا اخي انا عبد الله انا ما اعرف شو عبد الله.
هذا البيت حقي، وبعدين نازحين زعم احنا بسوريا ولا بفلسطين نازح. عطف الله يفتح عليك بصوت واطي وما بش داعي للخبر. ولا عيشك ذي عشنا الحروب هذه كيف شردونا من البلاد، وين نسير احنا الناس للناس يا اخي، الله يرحم والديك. انا ما اعرفش يا اخي، ما اعرفش وين نسير انا ان شاء الله. لا عطفوا من هنا، عطفوا يا عمو غني الغي، يا عمو غني منها. خير يا استاذ خالد، خير ما به. ليش معنا خارج؟ ما حصل عليكم. ايش نعمل يا اخي عبد الله؟ جاء واحد هنا لا يقول انه صاحب البيت، خرجنا من داخل البيت هذا. ايانو الحاج اياد وينه؟ الظاهر انه هو دي لا يقول انه صاحب البيت. ما به. وينه الحاج اياد؟ وينه ذلك؟ هو داخل البيت. ايش قال هنا هو يا يزعم؟ مما هذا قاعد وحقي هنا قد لا مما جاي قال لي قال نازحين يزعم نحن بسوريا. يا حاج اياد خير اهلا يا رجال، روح انت ما حد منك على حقه. خير يا حاج اياد، ما به هذول نازحين. ليش تسمح نازح بين حاج اياد؟ هذول نازحين مشردين من الحرب يا حاج اياد، ما نسبش تفعلهم هكذا، تدرب الاواني حقهم، قدر مشاعرهم معاه ثلاث اطفال. انا ايش دراني انهم نازحين؟ بعد ما تشاهد شنو الاب يعني اللي يتكفل برعايه ابنائه، ما فيش معهم حتى ام، الله يرحمهم، هم يعني ثلاث اطفال مشردين، واب لا معاهم لا عمل ولا معاهم مأوى ولا معاهم حتى ناس يعرفوهم بالمدينه. لا هم يعني نازحين من حال. ايوه نازحين من حرب وحالتهم مأساويه. انا وصل لي خبر والله لا بارك الذي وصل لي الخبر انه قد يشتوا يبسطوا على بيتك ويشتوا يبزوا حقك ويشتوا. انا مانيش داري انهم نازحين والله ما لي علم. ماشي يا حاج ماشي. وبعدين انا قد اتصلت لك قلنا من باب انه ما حيدخلنا البيت وبدون استئذان، اتصلت لك مرتين وثلاث مرات تلفونك مقفل. وهم والله صدق لا صدق. احنا حرصنا عليه ان احنا ما ندخلش الا باستئذان، بس قدر الوضع كان خارج عن السيطره يا حاج اياد. دحين وين هذا وين؟ هاي اسمه سيد، لا خليه يدخل. يا استاذ خالد. ايوه هذا هو الاستاذ خالد، هذا الاستاذ خالد هذا. يا اخي انا اسف والله ما لي علم ولا انا داري. انا اعتذر. حصل خير، هو بيتك ما حد يلومك. يا اخي بس انا وصلتني اخبار هذول اللي يقولوا الاخبار غلط في غلط، يعني هم اللي يخلوني اتصرف للتصرف. هم هذول اللي ياخذوه. والبيت اصلا عليه مشاكل يعني من قبل، ولا ما تجيش هكذا بتهور. انا يا اخي بدو الظروف والوضع، احنا كنا في بيوتنا معززين مكرمين، كانت اعمالنا وكنا شغالين، بس بسبب الحرب هذه نزحنا من بلادنا. جينا لهنا سخرنا الله في عبد الله، قال لنا تعالوا يجلسوا بالبيت هذا. بعدين يا حاج اياد افعالك مشيها ولا تكرم وتجي ضيوف، هذول حالتهم مأساوية، واحنا ما شاء الله يعني نيسر امورنا نساعد غيرنا. يا اخي انا مانيش عارف لا اقول لك، لو به من يدلني على الخير والله ما اقصر. اكيد. وكل واحد مننا يتخيل ويضع نفسه بنفس موقفهم، يعني انه تشرد وخرج من بيته وخرج من حقه. انا نفسي لو انا بذا الموقف والله هذا جاء واحد يفعلني ذلك، لكن ان شاء الله ارضاء لكم انا معي شبك فاضيات في البيت فوق عيني فوق راسي. يا اخي حبايبي والله يبارك. ولا ما يفرجها الله عليك. على الله بس. الله يشفيك حتى هنا صغيرات يا حاج اياد يشفيك. فوق عيني فوق راسي. الله يسعدك. وعيد ان الله يزيدنا على الخير والدال على الخير تفاعل ان شاء الله. يجزيك الله خير يا حاج اياد. ولا ادرس شيء هي كل شيء موجود. ولا تقلب. وين العيال؟ وين العيال؟
تعال افتح عرفنا البيت. ايش نفعل ذا عملك انت اديتنا انا. مساكين الله. صوره ظالم ويصلح الكاميرا. هذا عيالي دي ظلمكم ظلم ابوكم. على الله حش على الله. يا رب اللهم فرجها على كل النازحين يا رب العالمين يا رب. آمين. اللهم سهل لهم من يدي لهم بيوت يسكنوا بها بلا شبلشي يا رب العالمين. آمين آمين. رسالتك يا خالد. كن ندي لهم واحد، اتمنى انه القى بكل قريه وبكل مدينه بكل محافظه واحد مثل عبد الله يدي لهم ويدحنهم الله واحد منهم. يدي لهم الله واحد مثل عبد الله يكون يروين بن يسكنوا واحنا على الله. الحروب يعني ما تخليش احد هذا معنا. الشبير بس صدق والله قلبي طيب والله. بالحقيقه احنا شرار اعظم منه.